السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب كونوا جميعا في أتم صحة وفي أحسن حال، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. تقدر تقول النهاردة إن رحمة السماء، رحمة ربنا نزلت على استاد برج العرب علشان خاطر الزمالك يتعادل مع النادي المصري في مباراة يعني بينت كل عيوب نادي الزمالك وأفرزت لنا مجموعة من اللاعبين. يعني تقدر تقول إن الوضع الحالي داخل نادي الزمالك ما يسر عدو ولا حبيب. ده من خلال هذه المباراة احنا بنلعب ناقصين فرقة كاملة، ولكن الوضع صعب جدا جدا، لأن أي عين خبيرة بتبص لفريق نادي الزمالك ولعب نادي الزمالك ولاعبي نادي الزمالك تقدر تقول إن الوضع لا يبشر بأي خير. تعالوا نشوف إيه اللي جرى وإيه اللي حدث من خلال حلقتنا اليوم، واللي فيها الكثير من الأسرار والكواليس إن شاء الله نقدر نقولها بإذن الله من خلال حلقة اليوم. أحبائي عشاق نادينا الملكي، عشاق نادي القرن الحقيقي، عشاق نادي الزمالك العظيم، أهلا ومرحبا بكم، ومعاكم حسين خضر وحلقة جديدة بقناتكم حائط صد زملكاوي. معنا النهارده في حلقة اليوم رعب زملكاوي بعد تعادل المصري، ولجنة لإنقاذ الزمالك، ومدير فني جديد زي ما قلنا وطرحنا هذا الموضوع من أكتر من حلقة، وهو ده الوضع الطبيعي اللي بيفكر فيه مجلس إدارة نادي الزمالك. هنيجي له ونتكلم. وزلزال في الأهلي، أو تقدر تقول صبحي، رمضان صبحي وديانج يثيران الرعب داخل النادي الأهلي. ده يعني حلقتنا اليوم إن شاء الله بإذن الله حلقة تنال إعجابكم، بس رجاء من حضراتكم دائما دعم القناة باللايك والشير، مهم جدا جدا صوتي يوصل لأكبر قدر من الناس. كمان الإخوة المحترمين الأفاضل اللي بيشرفوني لأول مرة، الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وطبعا تعليقاتكم شيء يسعدني جدا جدا جدا. ونروح لحلقتنا اليوم. والنهاردة طبعا كانت مباراة الزمالك مع النادي المصري في ثالث المواجهات في المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، واللي كتب لنا ان احنا نقابل المصري اليوم الأحد ونقابلها تاني إن شاء الله يوم الجمعة القادم. الزمالك نزل بتشكيل مكون من محمد عواد وإيشو في الباك الشمال، وحسام عبد المجيد والونش في قلبي الدفاع، ومحمد إبراهيم الناشئ الصغير أيضا باك يمين. وفي وسط الملعب كان موجود محمد شحاتة ومحمد إسماعيل 7 و6 و8، وقدامهم آدم كايد. وثلاثي الهجوم طبعا كان شيكو بنزا في ناحية اليسار، وخوان بزيرة في اليمين، وسيف الدين الجزيري في العمق أو رأس الحربة المهاجم رقم 9. طبعا الزمالك من خلال الشوط الأول لم يقدم يعني مسحة من كرة القدم في خلال الربع ساعة الأخيرة في الشوط الأول، إنما يعني وضع الزمالك يثير الشفقة من الجميع، يثير الرعب داخل قلوب جماهير نادي الزمالك، إنما ما أقولش يثير الرعب داخل قلوب مجلس الإدارة، لأن مجلس الإدارة حريص جدا جدا على خراب نادي الزمالك ولم يحرك أي ساكن. هو ده فريق نادي الزمالك. مش هقدر ألوم اللاعبين، أقدر ألوم الإدارة، أقدر ألوم جون إدوار المدير الرياضي اللي استخدم لاعبين المفروض ما يعدوش من قدام سور نادي الزمالك. ده الوضع اللي احنا موجودين فيه. وطبعا الإدارة اللي بتفخر دائما بأن عندها 10 إيقافات وهلم جرة لسه جاي لنا، هيبقى المجموع أكتر من 15 إيقاف في عهد هذا المجلس الخائن، مجلس
يعني مش عارف انا ممكن يعني تجيب كل المصطلحات مش هتكفي هذا المجلس. حقيقي الواحد هيشتم ولا يعمل وقاعدين وعندهم صدغ رهيب جدا جدا، وبيرفضهم كمان وانهم عاملين لهم كرامة. يعني المشكلة انهم يعني علمت مؤخرا ان هم اساسا كان غضبهم عدم لعب احمد حمدي غضب مجلس الاداره من احمد حمدي. يا اخي تليه على عينك انت وهو، هو انتوا بتعملوا ايه؟ ليه ما غضبتوش من الاهلي لما اداكوا على قفاكم في موضوع زيزو واكتر من موضوع؟ ليه ما غضبتوش من مجلس اداره الاهلي كده وقفتم وجيتوا رفعتوا القضيه على زيزو في الفيفا؟ انما انتم بقى تيجوا على اللاعبين. يعني احمد حمدي ده اللاعب الوحيد اللي ممكن نقول لك كان يبقى خليفه ناصر ماهر. لا احنا عاملين معاه مشكله. ولولا معتمد جمال انه هو طبعا انه ضغط كتير على الاداره عشان يتم الافراج عن احمد حمدي، وهو طبعا كان هو وجون ادوارد وتلاقط يعني تلاقم الاثنين عند نقطه واحده، وان هم يمنعوا احمد حمدي من الظهور مره تانية في نادي الزمالك. المهم ده مجلس الاداره وده لعب نادي الزمالك لا يبشر باي خير، لا يبشر باي خير. احنا الزمالك النهارده لعب يفتقر الى العديد والعديد من نجومه، انما مش ده الزمالك قدام المصري. مهما كان وضع المصري يعج بالنجوم يا جماعه، وهو واحد اللي بيقوده. كامل ابو علي هو الوحيد اللي بيقود هذا النادي، عشان الامور تبقى واضحه. اللي عمالين يتشدقوا بان مفيش فلوس ومفيش اموال ومفيش كامل ابو علي اللي هو واقف بنفسه ومفيش يعني تمويل للنادي المصري. الممول الاول والاخير للنادي المصري هو كامل ابو علي فقط لا غير، وقايم بالنادي. عندك دلوقتي عبد الرحيم دغموم، وعندك اللاعب منذر طميم، وعندك كمان الواد الجديد اللي اسمه منذر، وعندك لاعب اسمه عميدة مش عارف ايه من فلسطين جديد، وجاب العش جديد، وفرقة مكون فرقة كبيرة. وعنده صلاح محسن مهاجم خطير برضه اساسا، وعنده عيل بغل كده اسمه حسن علي. حاجة يعني فرقة متشكلة، وعنده خط دفاع محترم وحارس مرمى محترم وفرقة جامدة. وإنما إحنا في الزمالك ده الفرقة اللي بيديرها حسين لبيب، فرقة الملايين من جماهير نادي الزمالك اللي بتشجع هذا النادي. بس للأسف الشديد مجلس إدارة خاين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. النهارده كان ربنا رحيم جدا جدا بجماهير نادي الزمالك، كان رحيم بنادي الزمالك، وان المباراه تخرج بالتعادل. التعادل، تخيل ان جماهير نادي الزمالك راضيه كل الرضا. لو سالت اي واحد من جماهير نادي الزمالك هيقول لك كلنا راضيين ان احنا طلعنا متعادلين. احنا وصلنا لمرحله زي الزفت مع هذا المجلس، واذا مشيت الامور بهذه الطريقه يبقى احنا مش هنكون من السبعه الاوائل في الدوري. خلي بالكم انا دلوقتي بدق جرس انقاذ نادي الزمالك. الزمالك يحتاج الى فك القيد، الزمالك يحتاج الى لاعبين جدد، الزمالك ويحتاج هقول لك ايه، معتمد جمال عمل اللي عليه النهارده، واللاعبين ادوا اللي عليهم يعني بقدر المستطاع، ادوا اللي عليهم. حتى اللاعب اللي اسمه ايشو ده يعني واد بالرغم انه صغر سنه انه واثق من نفسه ولعب. محمد ابراهيم على قد الامكانيات لعب. حسام عبد المجيد ما كانش النهارده مظبوط مش عارف ليه، وكان هيتسبب النهارده في اكتر من مصيبه على نادي الزمالك. وعواد عمل اعجاز في كره من رجل ايشو، شالها من المقص، حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني هي بس جت في رجل ايشو غصب عنه بعد ما قلشها حسام عبد المجيد، وقدر محمد عواد اللي حفظ ماء وجه لنادي الزمالك في كرة في صدة إعجازية لمحمد عواد. ده اللي حصل، وده اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك. الزمالك بيغيب عنه دونجا، وده عماد من أعمدة وسط الملعب. بيغيب عنه أحمد ربيع اللي مانيش عارف إيه حكاية أحمد ربيع دوت، جاي بإصابة
ما لعبش في البدايه، واصيب اصابه قعدت له شهرين ثلاثه، ولما لعب ماتش ولا ماتش ونص واصيب تاني، وهو لحد النهارده في اصابه. الاخ عبد الله السعيد مصاب لحد دلوقتي. اللاعب محمود جهاد، كل دول وجايبين طبيب اجنبي ب10,000 دولار في الشهر. ده حاجه غريبه جدا، واكتر من علامه استفهام حول هذا الدكتور اللي طبعا اصاباته بتطول بطريقه رهيبه جدا جدا. فيا جماعه الوضع صعب، ولازم يبقى فيه وقفه كبيره جدا لهذا المدير، المدير، مش المدير الفني، لعب الزمالك والإدارة، واللي لازم حد يتدخل، لأن الإدارة أساسا بقت صعبة جدا. إدارة ما بتحركش ساكن، إدارة قاعدة بس للكراسي، وبقينا يعني مسار شفقة وعطف من الآخرين ومن المنافسين كمان، بقينا مسار شفقة. احنا وصلنا لإيه يا جماعة؟ 10 قضايا في الفيفا، وكان شوبير بيتكلم عن هذا الموضوع، يعني ما بيتكلم عن جماهير الاهلي اللي هي دلوقتي بتتهم الاداره بالبطء في استقدام لاعبين في الفتره الشتويه. يقول لهم يعني هو الاهلي يعني كتر خيره وبيسعى، وسيد الحافظ بيسعى والخطيب بيسعى وبيجيبوا. اهم حاجه ان احنا ما عندناش ايقافات. ده الكلام اللي بيقوله الاخ شوبير، يعني كده بيضرب في نادي الزمالك وهذا المجلس اللي مش عارف لحد دلوقتي قاعد بيعمل ايه. قاعد المجلس ده لحد النهارده بيهبب ايه. فنتمنى، لان احنا دلوقتي بقينا 5 نقاط، وورانا كايزر تشيفر عنده 4 نقاط بعد ما فاز على زيسكو الزامبي. بقى وزيسكو الزامبي بدون نقاط بقى له 4 نقاط، واحنا لنا 5 نقاط. حتما لازم نفوز على النادي المصري، لانك انت لو اتعادلت كمان مع النادي المصري وفقدت كده 4 نقاط، وطبعا الفرقه دي هتقابل زيسكو الزامبي على ارضها، طبعا فوز، يبقى معنى كده انك انت بقيت تالت. يعني لو انت اتعادلت تاني هتبقى رقم 3، مجرد تنبيه. ده غير بقى الدوري، لما تبص تلاقي فريق سيراميكا اعلى منك في السكواد، اعلى منك في النقاط، فريق المصري اعلى منك في السكواد والنقاط، فريق اكتر من فرقه او اعلى منك في السكواد بلاش النقاط. يعني الزمالك كتر خيره ان هو دلوقتي ما زال منافس على الكونفدراليه، ما زال منافس على الدوري العام، ما زال منافس على كأس مصر. اغتنموا هذه الفرصه يا جماعه. الزمالك ما زال طبعا المدير الفني، وانا قلت لكم من البدايه مدير فني جديد اتفق معاه نادي الزمالك، واحنا عمالين نجيب خبر من هنا خبر من هو المدير الفني الجديد. هل هو ميلود حمدي الجزائري اللي فاشل في الاسماعيلي يجي ضرب الزمالك؟ هل هو باتريس كارتيرون؟ هل هو هوبير فيلود؟ هل هو جورج سيماو؟ اكتر من اسم مطروح. هل هو زيمباور الالماني؟ اسماء كثيره جدا مطروحه على السطح، ولكن حتى الان هذا المدير الفني هم حطوا المباراتين الاثنين بتوع المصري اللي هي النهارده ويوم الجمعه، دول يعني يتحمل مسؤوليتهم مسؤوليه كامله معتمد جمال. بعد المباراتين دول هيكون في مدير اجنبي. هل المدير الاجنبي يستطيع ان يطور من اداء اللاعبين؟ بالمناسبه النهارده الحكم كان زباله. انا مش عارف الحكم ده اللي اسمه جاتو مش عارف جاتو جابوه من انا نصيبه دوت. حكم ملوش في التحكيم ولا له في اي حاجه خالص. يعني كان ممكن تحسب للزمالك ركله جزاء النهارده. الواد اللي اسمه حسن علي ده كان لازم ينطرد، واخد انذار وعمل فاول رهيب جدا مع محمد اسماعيل، كتم رجله في الاول كده. يعني كان لازم ياخد انذار، على الاقل انذار الثاني ويطرد من المباراه، انما ما حصلش. ده كرات بالنسبه لنا.
فاولات على ال 18 ما بيحسبش. يعني حاجة صعبة جدا. هذا الحكم اللي اسمه جاتو ده، مش عارف جابوه من انا داهية. هذا الحكم ما ينفعش يحكم في اي مكان. هذا ومش عارف هو تنزاني ولا ايه، الله اعلم بيه. ده بالنسبة للمدير الفني الجديد، هيكون موجود بعد مباراة المصري الثانية. ده ما علمنا به، ان هو هيكون هناك مدير فني جديد. وده الاتفاق على اساس ان هو بدل ما نفك القيد ونجيب صفقات، لا، خلي القيد موقوف، مفيش صفقات، وهنجيب مدير فني. وعمالين يلعبوا بمشاعر وعواطف جماهير نادي الزمالك. لحد امتى والناس دي قاعده؟ الله اعلم. وبيعملوا ايه؟ الله اعلم. قيل ان هناك تم يعني تشكيل لجنه لانقاذ نادي الزمالك. ومعنى كلمه لجنه لانقاذ نادي الزمالك ان المجلس ده يركن بقى على جنب بقى. قيل ان هذه اللجنه يترأسها عمرو الجنايني. بس غريبه جدا يعني اللجنه ديت. يعني لما يبقى فيها حازم امام وهاني العتال. هاني العتال ده اهلاوي يا جماعه بالمناسبه، واي حد معاه فلوس وخلاص يخش الجان ويخش نادي الزمالك. وهاني العتال ومصطفى عبد الخالق واحمد فؤاد الوطن، هي ديت اللجنه اللي هتنقذ نادي الزمالك يا جماعه؟ احنا سبحان الله، ما الزمالك كان بيديره فرد واحد اسمه مرتضى منصور، ولا كان محتاج انقاذ، ولا كان محتاج اموال، ولا كان محتاج اي شيء. اللي كان الحاجه الوحيده اللي كان محتاجها ان الاشكال دي كانت تبعد عنه بالحجز وبالقرف المغلي اللي هم كانوا بيعملوه في نادي الزمالك بس. انما الزمالك لابد من نقطه واعاده نقطة. يعني نبدأ من أول السطر نقطة، ونبدأ ونحاول إن إحنا يبقى الكل يتكاتف من أجل صالح نادي الزمالك. إنما ده اللي بيحصل ده حاجة صعبة جدا جدا. نرجو إن يعني يبقى فيه ناس بتحب نادي الزمالك وتعمل لصالح نادي الزمالك. طبعا المشكلة كلها في الأرض زي ما قلنا، هي الأرض هي اللي موجودة هناك في دهشور. حتى الآن هي الأرض اللي موجودة في تفريع دهشور الجنوبية هتكون أرض نادي الزمالك. ونبدأ بقى من أول وجديد، يعني كأن المشرحة ناقصة قتلة. نسيب الزمالك بقى والقرف اللي احنا فيه، ونروح برضه للأهلي وزلزال يضرب الأهلي. هناك زلزالين بيضربوا النادي الاهلي حاليا، أولتراس اهلاوي وديانج. أولتراس اهلاوي قام عن بكرة. الناس ديت حاطه في دماغها حاجه غريبه جدا، ان طبعا الخطيب لما مع رمضان صبحي اتحبس قال انه هيقف بجوار مع رمضان صبحي. وكأن بقى الخطيب يعني اللي قدر بطرقه المعتادة ان هو مثلا ضرب نادي الزمالك في الارض عموما، وضرب نادي الزمالك في حامد حمدان في الفترة الصيفية، اللي عايز يعمله بيعمله. ولما قال ان انا هتدخل في موضوع رمضان صبحي طبعا طلع من السجن، وتم بدل السنة مع الشغل بقى السنة مع الإيقاف. فجماهير الأهلي قال لا، طب ما أنت واصل أهو يا حبيبي يا أستاذ الفاضل. طلعت ونزلت بيان أولتراس أهلاوي وقال لك تابعت جماهير الأهلي في الساعات الماضية البيان الصادر عن إدارة النادي الأهلي بشأن أحد لاعبيه السابقين اللي هو رمضان صبحي، وما تضمنه من تكليف محامين ولجنة قانونية لمتابعة قضيته. فلدى جمهور الأهلي مشجعون محبوسون منذ 3 أعوام. أنا عايز أعرف، هم اللي محبوسين من 3 أعوام دول ما هم عدوا جميع مراحل التقاضي، هيعمل لهم ايه الخطيب؟ انما حطوا في دماغهم ان الخطيب ده دولة فوق الدولة بقى، مش عارف. يعني اللي بقاله 3 سنين في السجن ما هو عدى مرحلة التقاضي، كل مراحل التقاضي تعداها.
وآخرون يعانون من ملاحقات وإجراءات ممتدة مما يزيد عن 8 أعوام. هؤلاء لم يغادروا النادي ولم يرفضوا تجديد انتمائهم ولم يلتفتوا يوما إلى غيره. هؤلاء لم يتخلفوا عن تشجيع ناديهم ولم يساوموا على انتمائهم ولم يضعوا الأهلي في موضع خيار بينه وبين غيره. لقد كانوا وما زالوا جزءا من الروح التي صنعت هيبة المدرج وأعطت للنادي صورته الجماهيرية التي يتذكرها الجميع. هؤلاء قدموا ما هو أبعد من التشجيع، مش عارف اللي هو أبعد من التشجيع، يعني حياتهم ومستقبلهم من أجل اسم الأهلي. ومع ذلك لم يصدر عن النادي طوال هذه السنوات بيان يتضامن مع جمهوره أو يكلف محاميا بمتابعة أوضاع أبنائه أو تشكيل لجنة قانونية تتابع قضيتهم. فأين الثوابت الراسخة التي تتغنى بها الإدارة؟ هو أنتوا هبل يا جماعة؟ هو القطيع جرى له إيه؟ ثوابت اللي راسخة ومبادئ إيه اللي بتتكلموا عليها؟ ما كلكم عارفين المبادئ كلها هلس في هلس، وكل ليس كل ما يقال يفعل، دي مجرد شكليات بتتعمل قدام كل الناس. هو أنتوا فاكرين إن في مبادئ وفي ثوابت راسخة؟ وقد خرج المدير التنفيذي للنادي سعد شلبي بوعود بمتابعة ملفات جمهور الأهلي. فما هي اللجنة القانونية التي شكلها النادي؟ وما اسم المحامي الذي فوضته لمتابعة قضيتهم؟ جميع هذه التصريحات أكاذيب. هي أنتوا فعلا صح، اقتصرت على الوعود الإعلامية ولم تترجم على أرض الواقع. سيظل جمهور الأهلي جزءا أصيلا من تاريخ هذا الكيان وعاملا رئيسيا في نجاحاته وشريكا في كل لحظة ساهم فيها في صنع مجده. وإن كنا بعيدين عن المدرج اليوم فإن التزامنا بالنادي لم يتغير ومبادئنا لم تتبدل وصوتنا سيظل صادقا مهما طال الغياب. ده بيان لألتراس أهلاوي اللي يعني ده بيدين الخطيب يا جماعة. يعني هو الخطيب هيطلع ما طلع رمضان، يعني هو اللي بيطلع رمضان من الحبس وعايزينهم يطلعوا جماهير الأهلي. وفوجئت بقى ان كل يعني دي لجان شغاله. الواد اللي هو اللي متلقح بره دوت البت علياء ديت وغيرها كلهم بيتكلموا عن جماهير الاهلي النهارده عشان رمضان صبحي خرج من الحبس، وكأن الخطيب ده معاه العصا السحريه اللي بيحركها كده يودي السجن واللي بيحركها كده يخرج من السجن. شيء غريب جدا جدا والله. انما الزلزال الاخر هو زلزال ديانج. وديانج طبعا جاي له عقد من نادي فالنسيا الاسباني، وطبعا ده يعني يسير له اللعاب. تلعب يا ديانج في فالنسيا الاسباني، الاهلي بقى وجيسوس روب بتاعهم ده مصمم على ان ديانج ده ما يمشيش من النادي، وديانج مصمم على ان هو يمشي من النادي، وطبعا تجديده الكلام ده الراجل رافض، ويقول لك حتى لو هيندفع فيه 500 600 ألف دولار احنا مش عايزينهم يلعب معانا الثلاث اربع شهور دول. ما هو فلوسهم كتير، فلوسهم كتير يا باشا. يلعب معانا الخمس ست الاربع شهور اللي باقيين دول ويمشي بعد كده مجانا فري زي ما هو عايز. انما الراجل عايز يروح دلوقتي الى فالنسيا الاسباني وعامل ضجة كبيرة وزلزال كبير داخل النادي الأهلي علشان خاطر يمشي ويروح فالنسيا الأسباني. ومن حقه المدير الفني مصمم عليه، لكن اللاعب مصمم إن هو يمشي ويتكل على الله. يعني أنا مش عايز أطول على حضراتكم، إنما يعني ربنا يلطف بجماهير نادي الزمالك، وإن شاء الله دائما القادم أفضل لنادي الزمالك. أترككم في رعاية الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.